شوف كرة القدم اليوم والآن في معنا هذه نحن المنافسة الجزائر. كأس العالم وكل ما يدور حول هذه المنافسة من أموال وأشياء كثيرة. يعني نعرف أن الفيفا همها الوحيد هي كل هذه الأشياء، يعني الأموال والبزنس تاع هذا المنظمة هذه اللي هي الفيفا. نظن أشياء مثل هذه ربما تخرج ميسي، يقول لك ربما تنقص نوعا ما من اشياء كثيره تدخل في هذا النطاق هذا. لهذا نظن حتى ولو مره اخرى نرجع لواش قال فريد، انا والله ماني حاب نتكلم على اشياء لانه اكيد بطاقه حمراء. حتى ولو مباشره في اللقاء احنا كنا نشوفوا اللقاء ما شفناهاش كثير يعني، لكن بعد اللقاء وتشوف اكيد كانت قادره تغير في النتيجه. لا ما تغيرش النتيجه، تغير في النتيجه لو خرج ميسي. لا، النتيجه كانت هدف لصفر للمنتخب، لكن ما شاهدناه من طرف مردود ولاتيتود كيما نقولوا والكومبورتمون تاع اللاعبين تاعنا حتى من الصعب ميسي. من الصعب حتى ولو نعرفوا انه ميسي لما تشوف منتخب الارجنتين 50% تاع المنتخب الارجنتيني هو اليوم ميسي خرج في الدقيقه 75 او 76 وكانت النتيجه 3-0. منذ خروج ميسي حتى نهاية اللقاء والوقت بدل الضائع تقريبا 20 دقيقة أو 23 دقيقة، منتخب الأرجنتيني عاد إلى الوراء، ما مشاش إلى الأمام، ما عندوش حلول. يسير في دورة لا يسير في الدورة، لكن كي كان ميسي تعطي له كرة ميسي يخرجك. شفنا كيفية صحيح. تسجيل هدف ثاني، كيفية تسجيل هدف ثالث. ميسي هو اللي كان في بداية اللقطة، هو اللي كان في نهاية. هو الحل الوحيد في المنتخب الأرجنتيني هجوميا. أكيد عنده وسط ميدان شرس، مدافعين يدافعوا بشراسة. شفنا دو بول تماس في الدقيقة 90 مع الحكم، جدال مع الحكم من أجل تماس، خطأ على نظن على عوار، وكان لقطة خطيرة يعني. ماكاليستر وكل اللاعبين الأرجنتين مشاو للحكم لاحتجاج لأنه حتى هما فايزين. لماذا هما فايزين 3؟ هذه الروح، هذا هو منتخب الأرجنتين. وهما أبطال العالم، بطل العالم فايز 3-0. اللاعب الأرجنتيني هكذا يتضارب على كل كرة حتى صفارة الحكم. معروف اللاعب الأرجنتيني عبر التاريخ معروف من وقت 78 او الجيل اللي نعرفوه احنا تاع كامباس وباساريلا واورتيغا، كل هاد اللاعبين زيد وقت مارادونا وحتى الان. اللاعب الارجنتيني شرس يحب يفوز. احنا ما كناش نعرفوا باللي شرس. لا انت يعني انت عندهم ليونيل ميسي وتقولوا باللي انه ما كان بيتكوفيتش لم يعرف بان هنالك ليونيل ميسي مع الارجنتين. لا اللاعب الشرس ولم نعرف ان هنالك. نفتح لك نفتح لك قوس صغير. اكيد ميسي لما تخلي له الحريه، تخلي له المساحات، يكون خطير. شفت يلعب بين الخطوط كيفاش هذه قوه. حتى في برشلونه في بعض الاحيان ما يجريش ميسي، يمشي، لكن لما تكون عنده الكره هو الاول اللي يصيب الحلول. عنده الحلول، يسكاني اللاعب كاع، هو يمشي ويسكاني يوم ميم طون. هذه اللاعب هذا عنده ميزه هذه. احسن يجيد الاختفاء، احسن لاعب في عالم عبر التاريخ اليوم ميسي. ربما مارادونا وميسي. ميسي نظن لا، لكن انت قوه الارجنتين ايضا لاعبين اخرين صحيح لم يكن يعني ليونيل ميسي فقط. كيفيه توصيل الكره. شفنا في اللقطه الاولى لاباس تاع دو بول كيفاش انت تمرر الكره بين الخطوط باش ماكاليستر العمل اللي يقوم به، انزو فرنانديز محور الدفاع، مولينا، زايد، هاد اللاعبين ممتازين يعني بكل صراحه. منظومه قويه. اكيد ميسي هو الحل. ميسي يعطوا له الكره هو الحل كما نقولوا، عنده مفتاح تاع الكاميو كما نقولوا. ولكن احنا ما كناش يعني جاهزين، احنا كنا غايبين ما جيناش كما قال لك. ربما قعدنا في الفندق جسديا كنا حاضرين، ولو كنا قعدنا في الفندق صحيح.